ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دباره وفري مع كوكي. تعالوا نعمل كده النهارده طبق جميل بسيط خالص. هنعمل بتنجان بالدقه، حاجات طبعا الشعبيه الجامده جدا اللي بتاكل جدا جدا. هنعمل الدقه مع بعض، تنفع في اي حاجه بقى. لو هتعملي دقه كشري تحطي فيها، دقه سمك، تقلي بتنجان، تقلي فلفل، تحطي على طماطم. هتمشي معاكي في كل حاجه يعني. لازم اساسي البرطمان دي عندي اساسي في التلاجة يا اما في الفريزر لو بعمل منه كميات. يعني انا جايبه منه كتير. فلفل الوان يعني وهعمل بقى، بس انا هعمل معاكم الطريقه ديت، وانا بعد كده ايه هكمل الباقي مع نفسي. اول حاجه هنا معايا ايه؟ فلفل احمر، فلفل اخضر، وفلفل ايه؟ حامي. معايا خل، ومعايا ليمون، معايا توم كتير، بنحب التوم كتير فيه، وبنحب الكزبره برده فيه، معايا ملح، ومعايا كمون. تمام. اول حاجه هنا بس عشان الزيت على النار، فانا هعمل الايه البتنجان، هقطعه وهقليه عشان ايه ما ياخدش معايا وقت كتير يعني في ايه. هخلص هنا واخلص هنا. انا كنت عملت معاكم الطريقه دي بقى قبل كده في البتنجان، وهعملها معاكم تاني النهارده. البتنجان انا بجيبها بالطريقه دي، بتتقطع حلقات، مش بتتقطع ايه بالطول. تمام. انا مش بحب اقشره بصراحه، بحب ناكله بالايه بالقشره السودا بتاعته. تمام. اهي بالشكل ده كده. هعمل تاني برضو. الطريقه دي مش هتخليه يشرب زيت معاكي نهائي، وكمان لسه هنحطه في الدقيق. فالطريقه دي حلوه قوي لقلي البتنجان من غير ما يشرب زيت. انا كنت عملتها معاكم في فيديو قبل كده، وهعملها برضو تاني معاكم النهارده، عشان ايه الفيديوهات القديمه برضو مش بتتشاف زي دلوقتي. كنت عملتها اول ما فتحت القناه يعني. تمام. هجيب بقى الدقيق وابدرها كويس قوي بالدقيق. تمام بالشكل ده. تمام لغايه ما تخلصي ايه كل الكميه. تمام. هبتدي بقى ان انا اقلي عشان انا حاطه الزيت. تمام. انا هقلي بس الرصه ديت، وبعد كده ايه اكمل انا مع نفسي. برضو هقلي كمان فلفل معاها، فلفل حامي وفلفل بارد. بجيبه الشكل ده واقطعه بس حته كده من هنا، عشان ايه ما يطرطش في الزيت يعني. انتوا عارفين الباقي يعني. طبعا الحاجه دي كلها مغسوله كويس جدا. تمام. فهقلي دول بقى مع نفسي، وبعد كده ايه هرجع لكم تاني. بصوا كده بنت، انا كده قليت الفلفل والبتنجان. هعمل معاكم التتبيله بقى دلوقتي. هحط بس الاول في الكب عشان تمشيها الخل والليمون. تمام. هحط معاها كمان الثوم والملح والكمون والكزبره. تمام. هضرب دول كويس قوي، لان الثوم انا بعمل فريزر يعني.
ابتدي بقى اللي انا احط ايه الفلفل معاه. ده يعني في ربع كيلو اللي انا هعملهم معاكم دلوقتي، هعمل بيهم برطمان، وبعد كده انا هفرز الباقي في علبه كبيره واحطها في التلاجة وقت ما احب، في الفريزر وقت ما احب اطلع يعني منها. احط كمان معاهم فلفل حراق، لو مش بتحبي الفلفل الحراق بلاش يعني، بس هيديله يعني طعم شويه. بصوا كده يا بنات، انا كده قريت البتنجان والفلفل زي ما انتم شايفين كده. بصوا عايزه اوريكم بقى ايه، الواحده طالعه بوحدتها من غير ما تشرب زيت، وعشرة على 10. هبتدي بقى انا ارص هنا في طبق. الصحن دي طبعا مش هعمل فيها قوي. كده يا بنات ايه، رصيت البتنجان، وهحط بقى ايه دي الدقه اللي انا عملتها معاكم. هاخد بس على قد شويه اللي انا هستخدمهم، والباقي ايه هحطه في برطمان في التلاجة. تمام. احط عليها بقى شويه كده بشويه. عايزه اقول لكم ريحتها جامده. استغلوا فرصه ان الفلفل الاحمر الايام دي موجود ورخيص. الكيلو ب2.5 جنيه، فحلو قوي اللي انت تجيبي وتفرزي يعني. هتنفعك بقى في الدقه، في سمك، في بتنجان، طماطم. لو هتعملي كشري تحطي على الدقه. تمام. الفلفل برضو، بصوا انا مش بحب ان انا اقلي الفلفل اللي هو ايه يغير لونه، لا يا دوبك بس. كده عليها. اخد شويه برضو من الدقيق كمان، وازودهم شويه من الخل واحطهم ايه على وش الطبق. تحفظيها بقى في علبه كده في التلاجة. تمام. ادام ما وصلهاش ميه ممكن تقعد معاكي بالعشر ايام في التلاجة، طالما العلبه ما وصلتلهاش ميه هتقعد معاكي فتره طويله. تمام. ارش برضو على الفلفل هنا. تمام. اكمل كده عليه. كمية تبقوا معايا بقى ايه وتشموا الريحه بجد جامد. تمام. يا رب فكره النهارده تكون عجبتكم وجربوها. بتمنى منكم بقى لو بتشوفوا القناه لاول مره يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديوهات اللي بنزلها. ما تنسيش بقى في الشير في الجروبات، وتعملوا لايك للفيديو اهم حاجه عشان نوصل لناس اكتر. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي. دي كده الطبق شكله نهائي، مش عارفه اذا كانت الكاميرا اصلا مش مجمعه حلو ولا لا، بس بصراحه يفتح الناس. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.